يعني موبايل بالفخامه دي وبالسعر ده ومكتوب لك على الصوره المصغره من بره ما تشتريهوش؟ اكيد انت هتغلق الفيديو وتقول انا جاي اهزر او جاي اعمل كليك بيت وبسير الجدل وخلاص، بس في الواقع مش ده اللي هيحصل. سامسونج السنه دي نزلت الاس 26 الترا بشاشه جباره اللي فيها ميزه البرايفسي ديسبلاي واللي بتتعمل لاول مره في العالم، ومعالج كوالكوم الجديد اللي حرفيا هيوجع اي منافس قصاده، واخيرا سرعه شحن مستنين هتدلنا كتير من سامسونج. فبصراحه وعلى الورق ده ملك الاندرويد وبلا منازع، لكن تحت كل البروباجندا دي في تنازلات وعيوب مستفزه جدا في التصميم وفي الخامات وتفاصيل تانية سامسونج لسه بتعاند فيها، وتخليني اقول لك بكل ثقه وفر فلوسك. عشان كده في اخر الفيديو ده هقول لك ليه بالظبط ما تشتريش الموبايل ده، وهعرفك على كل حاجه سامسونج مش عايزاك تاخد بالك منها، وهقول لك بالدليل القاطع مين اللي حرفيا حرام يدفع جنيه في الموبايل ده وايه العيوب اللي ممكن تخليك تندم انك اشتريته. فتقديرا كده للفيديو ده ما تنساش لايكك وسبسكرايبك، ويلا بينا نبدا نشوف الموضوع ده مع بعض. خلينا نبدا بالصدمه الاولى واللي هي الديزاين. سامسونج السنه دي قررت تتخلى عن الهويه البصريه الحاده والمستطيله اللي بتميز سلسله الالترا دايما، وراحت لكورنرات دائريه خلت الموبايل شبه اخواته الصغيرين حرفيا اللي هم العادي والبلس، وحتى رصه الكاميرات في الظهر بقت اقرب لشكل الفولد ومتجهه اكتر لشكل الاي 56 والاي 36 والديزاين بتاعهم بشكل عام. بس ماشي، الموبايل كمان بيجي لك بظهر من الجزاز المحترم، لكن المفاجاه ان الفريم رجع للالومنيوم وتخلوا عن التيتانيوم اللي شفناه في الجيل اللي فات، وجاي لك بسمك 7.9 مللي ووزنه 214 جرام، مش تقيل اوفر نوعا ما. وبالنسبه للحمايه فالموبايل حرفيا دبابه كالعاده، مقاوم للميه والغبار بشهاده الاي بي 68، يعني ينزل معاك تحت الميه لمسافه متر ونص لمده نص ساعه من غير ما تقلق عليه. فانا بصراحه مش عاجبني الديزاين ده، ولو هتقول ايه افضل ديزاين عدى عليك في فئه الالترا بالذات فهقول لك الاس 24 الترا، يعني كده تحس انك ماسك حاجه فخمه فعليا. المهم خلينا نروح للشاشه. هنا بقى سامسونج بتلعب لعبتها المفضله وجايلك بالشاشه الفلات تماما بحجم 6.9 انش، وطبعا من نوع الدايناميك ال تي بي او اموليد 2 اكس، وبكواليتي ال 2 كي، وكثافه بكسلات بتوصل معاك ل 505 بكسل لكل انش، والشاشه دي كمان داعمه معاك لحد 120 هرتز وبشكل متغير، يعني بتخليك تستخدم الشاشه على حسب الاستخدام بتاعك، بتستخدم لك عدد هرتز مناسب ليها. والسطوع هنا بيوصل لحد 2600 نتس، يعني تقدر كده تشوفها في عز الشمس كانك قاعد في الظل عادي جدا. وعليها كمان طبقه حمايه من كورنينج جوريلا ارمور 2، ودي المقاومه للانعكاسات بشكل رهيب. مجملا الشاشه ما فيهاش اي نقاش وما فيهاش اي كلام، لان زي ما قلت لك دي لعبه سامسونج مش هتواجه معاها ذره مشكله. واللي يعلق على الموبايل ده اكتر بصراحه في الشاشه هيخلينا نروح معاك على طول لميزه البرايفسي ديسبلاي. فالشاشه دي بتمنع اي متطفل جنبك انه يشوف انت بتعمل ايه، وكمان تقدر تخصص اي حاجه برايفسي لك انت. كل ده من الاعدادات طبعا، بتدخل تخصص اي ابلكيشن انت عايزه بحيث لما تجيلك من النوتيفيكيشن تكون للي جنبك مش واضحه تماما غير لك انت. فدي اقوى ميزه حرفيا في الموبايل ده، واكتر ميزه برضو بيتعمل لها دعايه علشان الموبايل يبيع، وبصراحه تستاهل لاننا فعلا اول مره نشوفها. اما بقى لما نروح للاداء فسامسونج هنا مش بتهزر. الموبايل طبعا بيجي لك باحدث واشرس معالج في العالم واللي هو السناب دراجون 8 اليت جين 5، وده اللي بيجي لك بمعماريه 3 نانو، موفر معاك جدا في الطاقه، وكمان مع معالج الرسومي الادرينو 840 فتاخد اداء اسطوري في الالعاب الثقيله جدا يعني والمهام المعقده تماما، وخصوصا كمان في معالجه اوامر الذكاء الاصطناعي، واحنا كده عارفين مؤخرا الاي اي في سامسونج عامل ازاي. فانت هيكون معاك حرفيا سفاح اداء تقدر تعمل عليه كل اللي انت عايزه من غير ما تواجه اي مشاكل. وخلينا نسيب الاداء وننتقل على طول للكاميرات، واقول لك هنا ان سامسونج وسعت فتحات العدسات علشان تاخد اضاءه اكتر وتدي لك تصوير ليلي مرعب حرفيا. انت عندك الكاميرا الاساسيه هنا 200 ميجا بكسل، فتحه عدسه واسعه جدا اف 1.4 ودي جايبه مثبت بصري يو اي اس، والكاميرا الثانيه اللي جايه زوم قريب 3 اكس، والكاميرا الثالثه للزوم البعيد ال 5 اكس، ودي كاميرا 50 ميجا بكسل ودي برده جايبه مثبت بصري بتدعم معاك لحد 100 اكس زوم ديجيتال، وطبعا مع ثبات ممتاز. اما الكاميرا الاخيره فدي كاميرا الترا وايد للتصوير الواسع 50 ميجا بكسل وجايب فتحه عدسه اف 1.9 بتاخد منها صور ممتازه. ومن ناحيه الكاميرا الاماميه فانت عندك 12 ميجا بكسل وجايب فتحه عدسه اف 2.2، وهم هنا بصراحه مركزين اكتر على حته التصوير الليلي، وده لان كده مفيش نقاش مع اي ظروف هتصور بيها مع استخدامك للموبايل ده، هم بس حسنوا وضع التصوير خصوصا في الليل عشان تاخد صوره نظيفه في اي ظرف مهما كان. ولما نشوف بقى تصوير الفيديو فانت حرفيا معاك وحش انتاج الفيديوهات، وده لان ال 26 الترا هنا بيصور لك لحد 8K ب 24 فريم و30 فريم، وبيصور لك 4K لحد 120 فريم في الثانيه عشان لو حابب تعمل شغل السلو موشن والكلام ده كله. ده غير الفول اتش دي اللي بيوصل معاك ل 240 فريم في الثانيه، ولو عايز يا باشا فريمات اعلى من كده فبتنزل للاتش دي وبتقدر تصور هنا 960 فريم في الثانيه. ده غير طبعا الكواليتي اللي هتاخدها في الفيديوهات دي مش محتاج ان انا اتكلم عنها، انت كده هتاخد صوره نقيه جدا، خصوصا لما تظبط اضاءتك كويس، فحرفيا كانك معاك كاميرا بروفيشنال في جيبك. شوف بقى البطاريه، وبرغم ان احنا لسه زعلانين انها لسه 5000 ملي امبير اور ولسه ما كبرتش مقارنه بباقي المنافسين اللي موجودين في اسعارهم ما عدا ايفون طبعا، لكن سامسونج هنا اخيرا استجابت شويه للعملاء بتوعها وخلت سرعه الشحن 60 واط بدلا من 45 واط، فتقدر تشحن الموبايل لحد 75% في نص ساعه بس. وعندك شحن وايرلس 25 واط وشحن
عكسي 4.5 واط، وده انا شايف انه ملوش لازمه بصراحه. يعني 4.5 واط في الزمن ده. ومجملا البطاريه هتعيش معاك مده كويسه ومده محترمه بسبب ان المعالج جايب معماريه 3 نانو، وده اللي هيساعدك في توفير الطاقه جدا. نروح بقى نشوف السماعات والصوت، واللي هنا من خلالها تاخد تجربه صوتيه محترمه جدا، وده انك هتاخد سماعات استيريو مجسمه وعاليه مع ميكروفون اضافي جبار وظيفته بس عزل الدوشه اذا كان في المكالمات او حتى في تسجيل الفيديوهات، فانت كده كده هتتبسط لما تسمع صوت الموبايل ده. نروح بقى للمستشعرات كلها اللي جايبها الموبايل ده، ونبدا اولا بالبصمه واللي جايه مدمجه تحت الشاشه وادائها سريع جدا ودقيقه جدا، بالاضافه طبعا للفيس انلوك ده لو بنتكلم من ناحيه الامان والحمايه. وبالنسبه لباقي المستشعرات فالموبايل ما فيهوش اي نقصان خالص. انت عندك التسارع والتقارب والجيروسكوب دقيق جدا كمان في الالعاب، وكمان عندك البوصله، وكمان عندك مستشعر الضغط الجوي اللي هو الباروميتر، فانت حرفيا مش ناقصك اي حاجه تانية. نروح بعد كده لباقي الحبشتكنات اللي هتخليك مبسوط من الموبايل ده. الموبايل داعم لك للNFC، وكمان داعم لك لشريحتين في نفس الوقت مع استخدامك طبعا للإيسم، يعني كده انت يعتبر بتستخدم 3 شرايح في نفس الوقت، ده لو انت فعلا بتستخدم الإيسم مع الشريحتين. كمان احدث واي فاي في العالم اللي هو الواي فاي 7، وبلوتوث الاصدار 5.4، وانظمه الملاحه المتكامله، ومنفذ شحن التايب سي اصدار 3.2. وطبعا ده مش محتاج ان نتكلم عنه لانه سريع جدا في نقل الداتا، وبيدعم لك كمان الاوتو جي القلم اللي متعودين عليه الجاي طبعا مدمج في الموبايل نفسه، وكمان دعم كامل للسامسونج ديكس. وعندك حرفيا اقوى مميزات للاي اي في السوق لحد دلوقتي. ونروح لاهم ميزه حرفيا تخلي الموبايل ده يعيش معاك سنين، واللي هي السوفت وير. الموبايل هنا جاي لك بالاندرويد 16 مع واجهه ال1 يو اي 8.5، ودي احدث واجهه جايه من سامسونج، واللي هيخلي الموبايل يعيش معاك سنين، وهي تحديثاته اللي بتوصل معاك ل7 سنين. فانت حرفيا بتتكلم يعني مثلا 2033 او 2034 عقبال بس ما تفكر ان الموبايل ده يبدا يهيس معاك او يجيب اخر، ده ما كانش هيعيش بعدها كمان 3 سنين تاني. فانت حرفيا مش بترمي فلوسك في الارض، خصوصا مع اغلب منتجات سامسونج. عندك طبعا منه 4 الوان متاحين، الابيض والسماوي والاسود والبنفسجي، وكرأي شخص انا شايف الابيض والبنفسجي هم افخم 2 بصراحه. الاسود شفناه في الاس 24 الترا، وكمان السماوي مش حاسه. دلوقتي بعد ما عرفنا كل الكلام اللذيذ ده كله، تعال اقول لك ليه ما تشتريش اس 26 الترا. بص يا سيدي، علشان نكون حطينا النقط على الحروف وما ندخلش في سكه التطبيل، فالموبايل ده ما تشتريهوش لو انت بتدور على تغيير جذري يخليك من الاخر يقلب استخدامك اليومي خالص، وده عشان شويه اسباب لازم تحطهم حلقه في ودنك. اولا ندخل في ناحيه التصميم والخامات. سامسونج هنا طبعا قررت تتخلى عن التيتانيوم، وده اللي كان بيدي فخامه ومتانه استثنائيه في الجيل اللي فات، لكن رجعت لك هنا للالومنيوم. ده غير ان فقدان الحواف الحاده اللي كانت بتميز الالترا دايما خلت الموبايل حرفيا شبه النسخ العاديه، وده لما تحط عليها بروز الكاميرات واللي زاد كمان بشكل ملحوظ، هتلاقي الموبايل مش مستقر تماما لو انت حاطه على مكتب او حاجه قصادك، وهتحتاج جراب يعني تقيل شويه علشان تقدر تداري البروز ده، وده طبعا هينعكس على مسكته في الايد ووزنه اللي هيزيد. تاني حاجه البطاريه، وطبعا هي لسه ما زالت 5000 ملي امبير، فمش هتحس باي فرق وقت استخدامك اليومي عن الاجيال اللي فاتت. والاهم من كده ان الموبايل اخيرا بيدعم لك سرعه شحن 60 واط، ودي حاجه محترمه، بس العلبه ما زالت جايه فاضيه، وده معناه انك عشان تستفيد بالسرعه دي هتضطر انك تدفع مبلغ محترم اضافي علشان تشتري راس شحن اصليه، ودي تكلفه مخفيه لازم تعمل حسابها. هتقول لي يعني يا عم اللي هشتري تليفون ب 70000 جنيه او ب 80000 جنيه هيغلى في انه يشتري كمان راس شاحن؟ هقول لك لا يعني، بس برضه لظروف الاحتياط لازم تكون عامل حسابك على حاجه زي دي. ثالثا وده الاهم، انك تكون عايز تجدد وانت معاك فعليا اصدارات فاتت. يعني لو انت معاك الاس 25 الترا او حتى اس 24 الترا، انا بقول لك اوعى تشتري الموبايل ده. ليه؟ المعالجات اللي فيهم دي يعني نزلت ما كملتش سنه او سنتين، فهي قادره فعلا انها تنفذ لك اي حاجه انت عايزها، اذا كان استخدامك تجيل او بتلعب او بتمنتج او ضاغط على الموبايل بما فيه الكفايه، بجانب كمان ميزات الذكاء الاصطناعي اللي لسه موجوده عندك، واداء الكاميرات كمان اللي مش هتحس بفرق كبير وانت بتجربها ما بين الاس 24 او الاس 25 او حتى الاس 26، فيعتبر الاداء متقارب جدا، فتكاد تكون تجربه الاستخدام اليوميه متطابقه بنسبه 95 او 99%. التطورات بس اللي هنا انك عندك الشاشه فيها ميزه البرايفسي ديسبلاي، وسرعه الشحن زادت وصلت ل 60 واط، ودي تعتبر رفاهيات، بس طبعا ما تستاهلش ابدا انك تخسر مبلغ كبير فرق انك يعني تطور من الموبايل اللي معاك وتوصل للاس 26. الا طبعا لو انت واحد هاوي وحابب انك تجدد كل سنه، فدي حاجه طبعا ترجع لك. الخلاصه ما تشتريهوش لو انت معاك فلاج شيب من السنتين اللي فاتوا، لان فعلا الاصدارات اللي فاتت تستحمل وبزياده كمان. طبعا دلوقتي خلينا نروح للاسعار. انت عندك علبه الموبايل بتيجي فاضيه تماما، ما فيهاش غير الموبايل والكابل التايب سي، وكمان دبوس السيم كارد وكتاب تعليمات ملهوش اي لازمه. وعندك هنا نسخه واحده عالميا 256 مع 12 رام، ودي بسعر $1300. اما في مصر بقى فانت عندك
الموبايل ده جاي تصنيع محلي، فالميزه هنا انك مش هتدفع عليه اي ضرايب، والسعر زي ما هقول لك دلوقتي زي ما هتلاقوه هتشتري بيه. عندك نسخه 256 مع 12 رام ودي بسعر 67000 جنيه، والنسخه الثانيه ال 512 مع 12 رام ودي بسعر 74000 جنيه. في النهايه برضو حابب اقول لك ان قرار الشراء ده بيرجع لك انت في الاخر وعلى حسب اولوياتك انت، لكن لو بتدور على اقوى شاشه واشرس كاميرات واداء يعيش معاك 7 سنين قدام تاني، فالاس 26 الترا صفقه من العيار التقيل حرفيا. عرفنا رايك تحت في الكومنتات، وهل ميزه البرايفسي وسرعه الشحن اللي زادت تخليك فعلا تطور وتشتري الاس 26 ولا لا؟ فعرفنا رايك، وطبعا ما تنساش لايكك وسبسكرايبك، وخلينا نشوفك في الترشيح الجاي. سلام.